في فيديو النهاردة هوريكم ازاي تعملوا احلى واكتر وافل كريسبي جربتوه قبل كده. طعمه وشكله احلى من الجاهز مليون مرة. هقول لكم على 3 حاجات اساسية هي اللي بتخلي الوافل يطلع مقرمش. في اخر الفيديو كمان هقول لكم ازاي تحافظوا على جهاز الوافل، ايه الغلطة الكبيرة اللي بنعملها كلنا وبتبوظ جهاز الوافل وتخليه يلزق بعد اول مرة. انا نسمة ودي قناتي، لو اول مرة تشوفوها اشتركوا وفعلوا الجرس ويلا بينا نبدأ على طول. تعالوا الاول نشوف المكونات اللي احنا محتاجينها. هنحتاج كوبايتين دقيق، 2 بيضة متوسطة. عشان الوافل يطلع مقرمش معانا اول حاجة هنستخدم زيت مش زبدة. هحتاج تلت كوباية من الزيت، كوبايتين حليب، نص كوباية نشا وده مهم قوي عشان الوافل يطلع مقرمش. هحتاج 3 معالق كبار سكر، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة فانيلا، ورشة ملح. في بولة هنخلط المكونات الجافة، هحط الدقيق، النشا، على البيكنج باودر، رشة الملح، وهقلبهم وهسيبهم على جنب. في بولة تانية هنزل البيض، الفانيلا، السكر والحليب، الزيت، هقلبهم كويس وبعد كده هنزلهم على المكونات الجافة. هقلب كويس، احنا مش محتاجين مضرب كهرباء ولا حاجة، بالمضرب اليدوي عادي. هقلب لحد ما كله يمتزج مع بعضه. بصوا ده القوام المظبوط للوافل، حاجة كده بين الكيك وبين الكريب، يعني مش تقيل ولا خفيف قوي. المقادير اللي احنا عملناها دي كلها بالاكواب المعيارية، التزموا بالمقادير هتطلع وصفة مظبوطة معاكم بالملي. بعد كده تعالوا نشوف جهاز الوافل. الجهاز زي ما انتوا عارفين بيكون فيه لمبتين، لمبة حمراء ولمبة خضراء. هحط الفيشة، اول حاجة هتنور اللمبة الحمراء اهي. هسيب الجهاز يسخن خالص لحد ما اللمبة الخضراء تنور كده، هو جاهز ان انا احط فيه الخليط بتاع الوافل. اهم حاجة بقى بتخلي الوافل ما يلزقش ان احنا ندهن الجهاز بتاع الوافل بالزبدة مش بالزيت. لما بندهنه زيت بيلزق، ما يعني حاجة غريبة جدا، بس هو انا مع تجارب كتيرة لقيت انه الزبدة هي اللي بتخليه ما يلزقش. فهسيح معلقة زبدة وابتدي ادهن بالفرشة كل الجهاز كويس قوي زي ما انتوا شايفين كده. واهتموا بالفراغات اللي بين المربعات دي لان دي اللي بيلزق فيها الوافل. هدهنه كويس قوي من فوق ومن تحت. هستخدم بقى مكيال او كوب معياري او حاجة موحدة، يعني هعاير بيها كمية الوافل. ده مكيال نص كوب معياري. هبتدي انزل الوافل وما تملهوش على الاخر عشان ما يطلعش بره الجهاز. الكمية دي مناسبة جدا. هقفل الجهاز. هتلاحظوا اول ما بنقفل الجهاز اللمبة الخضراء دي بتطفي تاني. هسيب الجهاز خالص لحد ما ترجع تنور مرة كمان. اول ما اللمبة الخضراء دي نورت الوافل كده استوى، بس انا بحب اسيبه 5 دقايق زيادة عشان يطلع مقرمش. لو انتوا بتحبوه ابيض وفاتح شوية هتطلعوه في المرحلة دي، بس انا بحب اسيبه زيادة. اولا بيطلع لونه احلى، وكمان بيطلع كريسبي وبيفضل محتفظ بقرمشته فترة اطول. بصوا بقى ده بعد 5 دقايق، بصوا بيطلع بسهولة ازاي، شايفين اللون والقرمشة. حاجة بقى من الحاجات المهمة قوي ان انا لما اطلع الوافل عشان هعمل كمية مثلا مش هاكله دلوقتي على طول، على ما اسوي الكمية كلها هطلع الوافل على شبكة مش على اطباق. تاني مرة هدهن كويس قوي، برضو لازم بين كل مرة والتانية ادهن كويس جدا بالزبدة واستنى الجهاز يسخن، ونفس الخطوات اللي عملناها في المرة الاولانية. بصوا بقى شايفين القرمشة، شايفين اللون والتسوية، ولا غلطة. طبعا في طرق كتير قوي لتقديم الوافل زي ما تحبوا، انا هوريكم بس طريقتين النهارده للتقديم اللي هما يعني اكتر حاجه مشهوره. اول طريقه اللي هي بالعسل، ودي بتبقى خفيفه ولذيذه جدا. والطريقه التانية نستخدم شوكولاته اللي هي القابله للدهن، اي نوع تحبوه. زودت عليها معلقتين زيت وسخنتها في الميكرويف. هنغرق بقى الوافل بالشوكولاته وممكن نزود عليه ايس كريم. الوصفة دي فعلا من أكتر وصفات الوافل المظبوطة. لو جربتوها بالطريقة دي وبالكام حاجة اللي بيطلعوها مظبوطة، أوعدكم عمركم ما هيعجبكم الوافل الجاهز تاني. تعالوا بقى نشوف ايه المشكلة اللي بتخلي جهاز الوافل يبوظ بعد كام مرة استخدام. حاجة من الحاجات الأساسية اللي بتبوظ أي جهاز وافل إن احنا نغسل الجهاز. بعد ما نخلص نشيل الأجزاء دي ونبتدي نغسلها بالمية والصابون. دي حاجة بتدمر الطبقة العازلة اللي على الجهاز وبتخليه يلزق بعد أول مرة. مش هقولكوا بس مرتين 3، لا، من أول مرة لو غسلتوا الجهاز هتلاقوه بيلزق المرة اللي بعدها. طيب معقولة يعني مش هننضف الجهاز؟ لا، احنا هننضفه بس بطريقة معينة. أول حاجة هاخد مناديل، هبتدي أنضف الجهاز كويس قوي من الزبدة وأي بواقي من الخليط. بعد كده هجيب فوطة مايكرو فايبر مبلولة كويس ومعصورة، وابتدي انضف الجهاز كويس قوي. ما تنضفوش بضمير قوي، يعني انا بشيل بس البواقي بتاعه الدهون اللي عليه. بعد ما خلاص نضفته كويس قوي كده،
هسيبه ينشف، بعدين اقفل الجهاز واشيله للاستخدام اللي بعده. وبكده هتقدروا تحافظوا على الجهاز. بستخدمه بنفس الطريقة، بخلص وبشيله وزي ما هو. بس كده. لو لسه بتتفرجوا لحد هنا شكرا جدا عشان بتتفرجوا للآخر. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة. اشوفكم الفيديو الجاي.